السلام عليكم احبتي، كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير، وكنتمنى الفيديو يوصلكم وانتم في احسن حال. اليوم جيت نشارك معكم سكسو بالتفايه وباللحم بالطريقه ديالي. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شاهدوا معي الفيديو للاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. واول حاجه غادي نفزك السكسو ديالي. انا هنا استخدمت سكسو داري، ممكن تستخدموا اي نوع ديال السكسو بغيتو. درت له تقريبا 2 معالق ديال الزيت، وغادي نضيف عليه الماء حتى نعمر داك البانيو واحد شويه، يعني كيفوت سكسو شويه، ومن بعد كنخليه يتشرب داك الماء. كنخليوه المده حتى كينشف راسو مع التحريك المستمر مره باش كنتفاداو انه يتعجن او يعمل لنا داك الكويرات. وصراحه سكسو داري بلا ما نشكرو راه شاكل راسو براسو، صراحه ما كيتعجن ما والو، رغم ان الحبيبات ديالو رقاقين بزاف، ولكن كيجي روعه صراحه. انا هنا كنت كنستخدم واحد سكسو كيتباع في ميركادونا، ولكن الصراحه ما كاينش بحال سكسو ديال داري، صراحه جاني فرق كبير. بالنسبه للحم، كما كتلاحظوا انا هنا درت طريفات ديال اللحم. ممكن ديروا دجاج، ممكن ديروا الكميه على حسب العدد ديال الافراد ديال الاسره. درت معاهم الحمص، زدت القزبر ومعدنوس، ممكن ديروها ربيطه، انا فضلت نقطعهم. معلقه صغيره ديال السكينجبير مخرقوم لي بزار، والملحه. وفي نفس في طنجره اخرى اللي غادي نبخر فيها سكسو، حتى هي درت فيها واحد البصيله، ودرت فيها القزبر ومعدنوس نفس العطريه اللي عملت في اللحم. هنا فقط ضفت واحد مطيشه محكوكه وصافي. وضعت الطنجره ديالي ديال اللحم كطيب بوحديتها هي والحمص، والطنجره اللي غادي نبخر فيها سكسو كما كتلاحظوا درت فيها الماء غليان، وضعت فيها البطاطا وخيزو، هما اللي كياخذوا الوقت شويه هكا في الطياب. بالنسبه للحم من بعد ما تشحرت حتى هي كنضيف لها الماء اللي يكون طايب باش كنساعدوا اللحم انها كطيب دغيا وما كتجيش معزفه. بالنسبه للسكسو من بعد ما تشرب داك الماء كامل كما كتلاحظوا راه كيجي مفكوك صراحه، وكيجي واعر، يعني ما كيتكور، ما كيعمل داك الحبيبات هكا معجنين. صافي غادي نبدا ندير التفويره الاولانيه. كما كتلاحظوا عندي في القاع ديال الكسكاس درت المرقه اللي كيطيب فيها البطاطا والجزر، وبخرت التبخيره الاولانيه ديالي. كما كتلاحظوا غادي نفك سكسو، وغادي نضيف له شويه ديال الماء بالملحه. انا كتعلمته من عند ماما، ما هيدا كنت كتعمل الماء في الزلافه وكتعمل له شويه ديال الملحه وصافي. كنفزقوا السكسو ديالنا، هو ما خصوش يشرب الماء بزاف، يعني غير كنفزقوه واحد شويه، تقريبا كاس صغير او كاس كبير ديال العنبه. صافي. في التفويره الثانيه غادي نضيف القرع حمراء وقرع خضراء، حيت هادو دغيا كيطيبوا. كما كتلاحظوا سكسو ما كيتعجن ما حتى شي حاجه، صراحه التجربه كانت عندي رائعه مع هاد السكسو هذا. صدق احسن من السكسو ديال ميركادونا صراحه الله. كما كتلاحظوا عاوتاني غادي ندير نفس الطريقه، غادي نعمر الكسكاس ديالي، غير هو ما خصوش الكسكاس يكون مدحس باش التفويره دغيا كتطلع. صافي. من بعد هنا درت التفويره الثانيه. بالنسبه للتفويره الاولانيه خليته نصف ساعه، والتفويره الثانيه كذلك نصف ساعه، لانني ما غاديش ندير له 3 تفويرات غير جوج. وتفويره يعني عفوا زعما ملي غادي نبغي نسقي الطبسيل ديالي غادي نديرو غير داك المريقات سخون وصافي. من بعد ضفت السكسو من مور ما حيدتو، درت له قطع ديال السمن، معلقه تقريبا، معلقه صغيره ديال السمن، ممكن تعوضوا بالزبده، وكل واحد ينسم باش ما بغى. بالنسبه هنا للتفايه فغادي ندير فيها نفس العطريه اللي درت في اللحم. كندير نص معلقه ديال الحق، غير نص معلقه من الحاجه باش ما كتجيش مكثره، نص معلقه ديال الابزار، الخرقوم، سكينجبير، ومعلقه كبيره معلقه عفوا صغيره تكون عامره من القرفه. وكنضيف عليهم المرق ديال اما ديال اللحم واما ديال الخضره، كنضيف واحد شويه. كما كتلاحظوا انا ضفت هنا داك المرق، ممكن تغطيوها كامله، انا درت غير شويه، ومن بعد ضفت عليها الماء عادي من الروبيني كما كتلاحظوا. وغادي نخلي البصل ديالي حتى كطيح نهائيا، عاد كنضيف لها الزبيب، وغادي نضيف لها ايضا 4 المعالق ديال السكر، ممكن 5.
غير هو ما نكتروش فوق 5، حيت انا هنا درت 3 ديال البصلات، ودرت تقريبا نص زلافه ديال الزبيب. التفايه هي معشوقة الجماهير وكل ما بقات كل ما كتكون بنينه ولذيذه. كان الحلم ديال الطفوله ديالي انني نسرق ديك التفايه بوحدها وناكلها. فاليوم وليت كنعمل التفايه وكنخليها باش كنحقق الحلم ديالي على خاطري. كنبقى كل مره كنتف منها شويه. كلنا كتكون عندنا شي حاجه في الطفوله كنبغيو دائما نديروها تكون بالكميه كثيره. بالنسبه هنا انا صافي كنت سخنت السكسو ديالي، غير طلعت مع التفويره شويه، ما خليتوش يتفور يعني واحد المده اللي هي طويله. وصافي قلبته في البانيو. ممكن ديروه في الكسكاس، انا البانيو هو المساند الرسمي هاد الساعه. ضفت عليه داك المرقه ديال الخضره. انا كيعجبني سكسو كيتلبى كامل بالمرقه، كل واحد وكيفاش كيبغي، ولكن انا هاد الطريقه هذه تعلمتها من ماما، والصراحه كيجي فيها سكسو رائع رائع. يعني كتحس بكل حبه حبه فيها داك النسمه ديال اللحم وديال الخضره وداكشي كامل، كيجي صراحه رائع. صافي غادي نوضع السكسو ديالي في الطبق ديال التقديم. ممكن انكم تزينوه كيف ما حبيتو، ممكن انكم توضعوا اي خضر. انا بالنسبه للخضر درت غير الجزر والقرع والبطاطا والقرع حمراء، لان كيجيني داك شنو سميتو شيفلو الكرومب كيجيني انه كيخلي المرق مرجه شويه. ما عرفتي واش غير انا كتجيني هكاك ولا كلشي. المهم انا ما كناكلوش، ما كيعجبنيش، وحتى راجلي ما كيعجبوش، لذلك ما كنعملوش. وبالنسبه للفت فراه راه كيتخافى مع البطاطا، فخير ما هو ما نديروش من الافضل. انا ما عملتوش حيت ما كناكلوش، عملت غير الخضره اللي كناكلها باش هكا ما كتبقى حتى شي حاجه، ما كتسيب حتى شي حاجه. وصافي بالنسبه للتزيين لكم الاختيار، كتزينوا كيف ما بغيتو. وسكسو راه معروف، الطبق ديال التزيين معروف كيفاش كيكون. كنستفوا الخضره كامله حدا بعضياتها. وبالنسبه للبطاطا فراه كاين بزاف الناس ما كيعملوهاش، ولكن انا صراحه كتعجبني البطاطا في السكسو. وكبرنا عليها، يعني حتى ماما ملي كانت كتعمل لنا سكسو كانت كتعمل لنا البطاطا حتى هي، وكانت كتجي صراحه رائعه. انا كتعجبني البطاطا في السكسو. وانتم قولوا لي واش حتى نتوما كتعجبكم او لا، واش حتى نتوما كتعملوها. بالنسبه هنايا الحماد ديالي حتى هما درتهم في الوسط. وغادي نزين الطبق بالحمص، وغادي نعمل من فوق التفايه اللي هي محبوبتي ومحبوبه، كنظن انها محبوبه المغاربه كاملين. وحتى اللي وصل حتى لهنا كنبغي نقول له شكرا بزاف. وهذا هو الطبق ديالي ديال السكسو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ان تكون الفرجه ممتعه. اللي وصل حتى لهنايا ما ينساش يعمل لي لايك كومونتير، وما فيها باس الا بارطاجيتو الفيديو مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم. وشكرا بزاف.